ليسون 3 كنا بنتكلم برضو فيه عن الووتر سايكل. بيتكلم في الأول عن الفريش ووتر. الفريش ووتر بتبقى موجودة فين؟ موجودة في الريفر، في الليكس، وبتنزل كمان في الرين. انت بتشوف المطر وهي نازلة. طب هل انت بتشوف البخار وهو طالع؟ لا. We can see water falling as rain but you cannot see water vapor. مش شايف بخار وهو طالع، لكن بتشوف المطر وهي نازلة. ايه أهمية الفريش ووتر؟ سؤال مهم جدا في الامتحان. كل الحاجة اللي موجودة على الأرض بتحتاج الفريش ووتر to survive، يعني عشان أبقى على قيد الحياة. human, animal, plant need fresh water to survive. وكمان النبات محتاج الرين عشان ينمو. ما انت مس هنا قلت لي ان النبات محتاج المية عشان يعيش. هو يقول لك يعني لو في نبات طالع كده في الشارع لوحده او في الصحراء لوحده، ايه اللي بيخلي النبات ده يكبر؟ الرين. The green plant depend on rain to grow and survive. برضه to survive اهي. قلنا ان الووتر في الطبيعة بيحصل لها حاجة اسمها ووتر سايكل. الووتر سايكل دي بتنظف المية، بتعمل ريسايكل للووتر. الووتر سايكل المية بتتبخر وتنزل تاني فين نقطة بدايتها وفين نقطة نهايتها؟ ملهاش لا نقطة بداية ولا نقطة نهاية. الووتر سايكل بتحصل في كل مكان حتى في الصحراء. الووتر سايكل مهمة ليه؟ عشان بتعمل رينيو للووتر. مهم جدا. رينيو ووتر، رينيو ووتر، رينيو ووتر. بتنضف لنا المية، بتجددها. وكمان بتظبط الطقس. regulate weather. يعني ايه يعني يا مستر تظبط لي الطقس؟ يعني لو في شوية تراب، الرين هي اللي بتظبطه. الووتر سايكل هو اللي بتخلي الجو حلو. لو في هوا جامد، الرين برضو بتظبطه. يبقى الووتر سايكل لازم تحفظ حاجتين: رينيو ووتر، ريجوليت ويذر. رينيو ووتر، ريجوليت ويذر. كمية المية على سطح الأرض ثابتة مش بتتغير عشان الووتر سايكل. total amount of water on earth doesn't change because of water cycle. الووتر سايكل ليها ستيبس خدناها 500 ألف مرة. evaporation يا حلوين، ولزق لي فيها كلمة transpiration بتاعت النبات. condensation يا حلوين بيحصل امتى؟ لما الووتر يحصل له كله كوندنس عشان يكون كلاود. ك ك ك condensation. الووتر فيبر بيحصل له cool condense form cloud. الجزء ده بيبقى complete. ولما الكلاودز become too heavy، اللي بيحصل process اسمها precipitation. ولما الووتر بتمشي على سطح الأرض flow across land، البروسيس دي اسمها run off. ولما الووتر بتتجمع في الستريم والريفر والليك والأوشن يبقى اسمها collection. التكرار بيعيد الإيه؟ بيعلم مين؟ الشطار. هو بيحب إيه؟ أكد عليكم. What happened? The sun heat up the water of ocean lake river. اللي يحصل لو الصن سخنت المية دي هتتبخر. الليكويد ووتر هتتحول لووتر فيبر. ايه اللي يحصل لما الووتر فيبر يطلع فوق؟ اتنين بالسي: كول كوندنس كلاود. كول كوندنس فورم كلاود. كول كوندنس فورم كلاود. ووتر دروبلت بيكم تو هيفي. الووتر دروبلت اللي كونه ده اول ما يتقل يحصل بريسبيتيشن. ايه اللي يحصل لما البريسبيتيشن يحصل؟ الميه تفضل ماشيه ماشيه رن اوف لغايه ما تتجمع في different water body. لو اتكلمنا عن الهيت ترانسفير، انتقال الحراره، خدناها قبل كده conduction convection radiation. والنهارده عشان بتكلم عن انتقال الحرارة في الهواء بتاعنا، فهنتكلم عن الراديشن. وعشان هتكلم على انتقال الحرارة في المية اللي موجودة في المسطحات المائية بتاعتي، هتكلم عن الكونفكشن برضو. يبقى الكونفكشن ده انتقال حرارة بين ليكويد وجاز. ميس، في انتقال حرارة بيحصل جوه المية، جوه البحر، جوه المحيط. في انتقال حرارة بيحصل بين الجازز. الهواء السخن بيطلع لفوق والهواء الساقع ينزل لتحت. الحرارة بتاعت الشمس بتوصل لنا عن طريق الراديشن، عشان ده فراغ في سبيس، هنا في اتموسفير، في هواء بيننا وبين الشمس. فالانتقال بتاع الحرارة ده اسمه راديشن. الهيت ترانسفير ده اسمه راديشن. وانتقال الحرارة اللي بيحصل عبر الغلاف الجوي، يعني الهواء السخن بيطلع لفوق والهواء الساقع بينزل تحت، ده اسمه كونفكشن. تعال نتكلم اكتر عن الكونفكشن. الكونفكشن انتقال حرارة بين ليكويد وبين جاز. هوا سخن يطلع فوق كونفكشن، هوا ساقع ينزل تحت كونفكشن. ميه سخنه تطلع لفوق وميه ساقعه تنزل لتحت، ده برضو كونفكشن.
اهو بيكتب لك الكلام ده. بيقول لك بالنسبة للغازات او للووتر، ايه اللي بيحصل لما درجة الحرارة بتزيد؟ it become lighter بيبقى خفيف، بيحصل له expand بيتمدد، ويبقى خفيف وبيطلع لفوق rise up. طب الحاجة لما تسقع it contract بتلزق في بعضها، سقعانة contract بتلزق في بعضها and become more heavier أتقل and sink معناها move down بتنزل لتحت. يبقى في حاجة اسمها convection current. ايه convection current ده؟ ان الهواء يطلع لفوق وينزل لتحت، او ان المية تطلع لفوق وتنزل لتحت، هواء سخن يطلع لفوق، مية سخنة تطلع لفوق، او حاجة ساقعة تنزل لتحت، ده اسمه convection current. convection current. ايه اللي بيساعد الكونفكشن كارنت ده اللي هو يحصل؟ ان الحاجة السخنة تطلع لفوق والحاجة الباردة تنزل لتحت. الويند، الرياح. وكمان اللي بتساعد ان الحركة دي بتاعت الكونفكشن كارنت الجرافيتي. الجرافيتي اللي هي الجاذبية، هي دي اللي عمالة تنزل لما الحاجة بتسخن تبدأ تشدها تنزلها لتحت. دي الجرافيتي. وبعدين بيقول لي ان الورم اير بيبقى مليان بخار، مويست اير بيطلع لفوق، يحصل له evaporation. يحصل حاجتين بالسي، cool and condense، ويكون حاجة اسمها cloud. يبقى الهواء السخن الورم اير كان مليان بخار مية، صح؟ كان مليان بخار مية، كان اسمه moist air، يعني هواء مليان مية. بيطلع فوق يكون سحاب، بيسيب المية بتاعته اهي، بيبرد وبيكون سحاب كوندنس. وبعدين يبدأ ينزل الهواء ده يبدأ ينزل تاني، بس ينزل فاضي، ينزل دراي، مش مليان مية. لا، هنا كان مليان بخار مية، ساب بخار المية فوق ونزل تحت دراي. هناخد الكلام ده برضه في الليسن اللي جاي. بيوريك الموديل بتاع الووتر سايكل. سولت ووتر تاخد انرجي، جين ثيرمال انرجي، بتحوله بخار مية. بعدين بخار المية يفقد الحرارة بتاعته، بيكون لي السحب. الجرافيتي بتبدأ تنزل لي الحاجة تحت، أو المية تنزلها تحت مرة تانية. ممكن ينزل سنو أو آيس، يتحول تاني لمية تمشي في المسطحات المائية، تبدأ تتجمع تاني في الووتر بادي، ونبدأ الووتر سايكل من مرة تانية. هي عملية لا نهائية، ملهاش لا بداية ولا نهاية. بيعد لي الجزء ده تاني، يقول لي ال amount of solar radiation is unequal. كمية ال solar energy كمية غير ثابتة، بتنزل وبتتركز على المنطقة دي اللي عند الإكويتر، بتعمل الويزر هناك بيبقى هوت جدا، عشان الأشعة بتبقى perpendicular. لازم تحفظ الكلمة دي perpendicular. يبقى الأشعة بتبقى perpendicular يعني عمودية. فين؟ عند المنطقة اللي جنب الإكويتر، near equator. يعني الأشعة هنا بتبقى perpendicular والجو بيبقى hot. الأشعة هنا بتبقى مايلة شوية، فبتتوزع على منطقة كبيرة، فالمنطقة دي بتبقى الجو فيها معتدل شوية. يبقى المنطقة اللي في النص الأشعة بتتوزع على لارج اريا، على منطقة كبيرة، فالمنطقة الجو بيبقى ايه؟ بيبقى ورم. والأشعة بتبقى نازلة سلانتد أو inclined يعني مايلة. لكن الأشعة بعيد هنا بتبقى متوزعة على منطقة كبيرة وأشعة مايلة جدا، فالمنطقة دي بتبقى ساقعة جدا عند التو بولز. when sun ray move very slanted مايلة جدا، very inclined مايلة جدا عند المنطقة البعيدة عن الإكواتور، المنطقة البعيدة عن خط الاستواء، المنطقة اللي عند التو بولز. المنطقة دي بتبقى very cold، منطقة ساقعة جدا جدا. أهو بيقسم لك المناطق ثلاثة اللي عند الإكواتور. near equator hottest region، المنطقة المعتدلة دي مش هتكلم عليها، اللي هي متوسطة في كل حاجة. والمنطقة البعيد away from equator البعيدة جدا، دي الأشعة بتبقى نازلة عليها مايلة جدا، والجو عندها بيبقى ساقع جدا. جو ساقع يبقى فيه evaporation؟ لا طبعا، lowest evaporation. امال المنطقه اللي عند الايكويتر بتبقى سخنه جدا، الاشعه بتبقى perpendicular على small area، بتبقى متركزه على حته صغيره، فالجو بيبقى ساقع، بيبقى حر جدا، الجو بيبقى حر جدا، والمنطقه دي بيبقى فيها evaporation كتيره جدا، highest evaporation. تعال نشوف الاسئله بتاعت lesson 3. Number 4 heat transfer by convection. الconvection دي بيحصل بين مين ومين؟ بيحصل بين الليكويد والجاز، الليكويد والجاز، يبقى هختار الإجابة دي. Number 5 convection is way of transferring heat in liquid and gas due to different in their ايه. بيقول لك الconvection بيحصل بين الليكويد والجاز نتيجة اختلاف ايه؟
mass و color, shape و volume, temperature size, temperature و density. عشان درجات الحرارة مختلفة والدنستي مختلفة. في حاجات تقيلة بتنزل لتحت، في حاجات خفيفة بتطلع لفوق، والحاجة السخنة بتطلع لفوق والحاجة الباردة بتنزل لتحت. فده اسمه ايه؟ convection، طريقة انتقال الحرارة. Number 6. hot air rise above cold air due to difference in density. بيقولك ليه الهوت اير بيختلف عن الكولد اير. الهوت اير بيطلع لفوق ليه؟ عشان كثافته قليلة، عشان الدنسيتي بتاعته قليلة. Number 7. when air is heated it's not a change. لما الهواء بيسخن ايه اللي بيتغير فيه؟ الدنسيتي بتاعته بتتغير. بص كلمة density جاي فيها كام سؤال. Number 10. area that far away equator، المنطقة اللي بعيدة عن الإكويتر، ده خط الاستواء، والمنطقة اللي بعيدة عن الإكويتر اللي هي التو بولز دي. السان ريز تنزل عندها perpendicular عمودية ولا semi inclined ولا very inclined؟ طبعا very inclined. Number 11. due to convection point air move up above point air. مين اللي بيطلع فوق move up؟ الورم ولا الهوت؟ اختار هوت، عشان التانية الكولد اير هو اللي بينزل لتحت. يبقى عشان دي ورم وهوت، ينفع ورم وهوت؟ لا، يا واحدة هوت واحدة كولد. مين اللي بيطلع لفوق؟ الهوت اير. بيطلع فوق مين؟ بيطلع فوق الكولد اير. Okay, number 2. the water cycle converts the water percentage on earth. بيقول لك الووتر سايكل بتحافظ conserve، يعني بتحافظ على الووتر percentage على سطح الأرض. الإجابة بتاعتي true. Number 3. convection current in atmosphere help in determining regional climate. بيقول لك convection current اللي بيحصل في الجو بيديني المناخ بتاع كل منطقة. يا ميس الconvection current ده بيخلي فيه مناطق سخنة جدا، في مناطق باردة جدا، وفي مناطق تانية ربنا سبحانه وتعالى بيخلي فيه رياح عشان توزع الحرارة كده. يعني المنطقة اللي عند التو بولز ما تتجمدش، والمنطقة اللي عند الإكويتور ما تتحرقش. هناخد الجزء ده لسه في الليسن اللي جاي. بس هنا بيقول لك الاوشن كارنت ده، الكونفكشن كارنت ده بيأثر على المناخ. الجملة بتاعتي صح. Number 4. the heat of sun transfers through space to Earth's atmosphere by convection. الحرارة بتاعت الشمس هل بتوصل للأرض عن طريق convection؟ لا يا ميس، طبعا غلط. ليه يا ميس؟ عشان في فراغ، فالأشعة بتاعت الشمس بتوصل لنا باي radiation. يبقى الجملة بتاعتي غلط. Next question number 5. The density of air decrease by increasing temperature. لما درجة الحرارة بتزيد الكثافة بتقل. عشان كده الجسم بيطلع لفوق. الدنسيتي بيقل، الكثافة بتقل، فالجسم بيبقى خفيف فبيطلع لفوق. الهواء بيبقى خفيف بيطلع لفوق. يبقى لما بزود درجة الحرارة الكثافة بتقل. الدنسيتي decrease when increase temperature. جملة true. Number 6. The density of hot air more than density of cold air. احنا قلنا ان الهوت اير بيطلع لفوق، يبقى الكثافه بتاعته المفروض تبقى قليله، صح؟ خفيف يعني. يبقى الدنسي اوف هوت اير اكتر من الدنسي بتاعت الكولد اير. غلط طبعا. نمبر 7. when fresh water change into ice. الووتر بتتحول لايس، ده معناه ان هو gain thermal energy، اخد حراره. ميه اتحولت لتلج يبقى اخد حراره؟ طبعا غلط، فقد حراره. cold air rises above hot air. الكولد اير بيطلع لفوق؟ طبعا غلط، الحاجة السخنة هي اللي بتطلع لفوق. Number 9. convection cause movement of air with low density above high density. بيقول لك الهواء اللي كثافته قليلة بيطلع فوق عن اللي الدنسي بتاعته قليلة. طبعا صح، الهواء السخن هو اللي بيطلع فوق low density. Number 10. the cold air is replaced by hot air. الكولد اير بيتبدل بالهوت اير ولا العكس؟ الهوت اير هو اللي بيطلع فوق بيعمل ريبليس للكولد اير. يبقى الجملة بتاعتي غلط. Number 13. condensation occur when gas is heated and turned into liquid. الكوندنسيشن بيحصل لما الغاز بيسخن ويتحول لليكويد. لا، ده الغاز لما
الغاز بيسخن ويتحول لليكويد؟ ازاي يعني؟ طبعا الجملة بتاعتي غلط. الكوندنسيشن بيحصل امتى؟ لما الووتر فيبر بينزل تاني يتحول لووتر. Number 14. The weather of area near equator is very cold. المنطقة اللي جنب الإكواتور ده بيبقى ساقع جدا. طبعا غلط، ده بيبقى حر جدا جدا. Number 15. When sun ray falls semi-inclined، لما أشعة الشمس تنزل شبه مايلة، it will distribute on large area giving low effect of heat. الأشعة لما بتنزل متركزة على منطقة صغيرة دي اللي بتدي حرارة عالية، لكن لما الأشعة تنزل مايلة جدا متوزعة على منطقة كبيرة دي بتدي low effect of heat. الجملة بتاعتي صح. Number 16. Temperature increase when slanted sun ray are distributed over large area. الحرارة بتزيد لما أشعة الشمس تتوزع على منطقة كبيرة؟ طبعا غلط. الأشعة بتزيد لما الأشعة تبقى متركزة على منطقة صغيرة. Number 3. Correct the underlined word. Question number 2. When air heat it move downward. لا يا ميس، لما الاير بيسخن it move upward. الهواء بيسخن لفوق upward. Next question number 4. Scientific term. It's continuous movement of water between Earth's surface and atmosphere. حركة المية من سطح الأرض للأتموسفير اللي هو الهواء، ده اسمه ايه؟ water cycle. حركة المية water cycle. Number 2. The method by which heat transfer from space to Earth. الحرارة بتتنقل من الأرض للشمس عن طريق ايه؟ ايه الطريقة بتاعت الهيت ترانسفير؟ radiation. احنا قلنا الطرق بتاعت الهيت ترانسفير 3: conduction convection radiation. الحرارة بتاعت الشمس توصل لنا بالراديشن عشان توصل لنا عبر السبيس، عبر الهواء. Complete. Number 3. when a gas or liquid heat its density ايه اللي يحصل لو الليكويد سخن او الجاز سخن؟ الدنسيتي بتاعته بتقل وبيطلع لفوق، يبقى الدنسيتي بتاعته بيحصل لها ايه؟ decrease. point air rise up. مين اللي بيطلع لفوق؟ الهوت air. while نقط air go down cold air go down. Number 5. heat transfers through atmosphere by ايه؟ الهيت بتتنقل عبر الاتموسفير عن طريق ايه؟ اسمها ايه الطريقة؟ convection. convection. الحرارة بتتنقل عبر الهواء أو السبيس أو الجازز عن طريق الكونفكشن، عن طريق الجازز أو الليكويد عن طريق الكونفكشن. Number 6. convection and point force affect the movement of water through water cycle. ايه اللي بيأثر على حركة الووتر؟ انهي فورس اللي بتأثر على حركة الووتر في الووتر سايكل؟ الجرافيتي، قوة الجاذبية هي اللي عمالة تشد الووتر في الووتر سايكل تخليها تنزل تاني لسطح الأرض. Number 8. cold water has more density. الكولد ووتر عنده more density، الكثافة بتاعته كبيرة بينزل لتحت. Number 10. hot air rise up. ليه rise up؟ عشان الدنستي بتاعته كبيرة ولا قليلة؟ بيطلع لفوق عشان هو خفيف. less density. less density. Number 12. the weather in region near equator. المنطقة اللي جنب الإكواتور درجات الحرارة عندها ايه؟ is hot. the region near what is very cold. المنطقة اللي جنب مين هي اللي cold جدا؟ very hot. sorry very hot. المنطقة اللي جنب مين؟ اللي جنب الإكواتور. السؤالين دول عكس بعض. يا اما تاني يقولك اللي جنب الاكويتور درجة الحرارة عنده ايه تقول له هوت، يا اما تاني يقولك الجو هوت فين تقول له عند الاكويتور. give reason. hot air move upward above cold air. ليه الهوت air بيطلع لفوق؟ عشان كثافته كبيرة ولا قليلة؟ عشان هو خفيف عنده less density. عشان الهوت air عنده less density it move up. less density كثافته صغيرة خفيف بيطلع لفوق move up. Next question number 3. area near equator is very hot. ليه المنطقة اللي جنب الإكويتور سخنة جدا؟ عشان الأشعة متركزة على الحتة دي. because the sun ray perpendicular. لازم تحفظ الكلمة دي perpendicular
دي كلير، الأشعة نازلة عمودية على المنطقة دي، بتركز على small area concentrated on small area، يبقى الحرارة عندها أكيد هتبقى سخنة جدا. Number four, the region near two poles is extremely cold. ساقع جدا. ليه؟ عشان الأشعة اللي هناك نازلة متركزة ولا inclined ولا very inclined very slanted. الأشعة هناك مايلة جدا، متوزعة على منطقة كبيرة جدا. because the sun ray، عشان الأشعة دي very inclined very inclined، مايلة جدا. مايلة جدا، فايه اللي بيحصل؟ متوزعة على منطقة صغيرة ولا متوزعة كبيرة على منطقة كبيرة؟ distribute on a very large area. very large area، يبقى المنطقة هناك بتبقى ايه؟ أشعة مايلة متوزعة على منطقة كبيرة، يبقى المنطقة هناك ساقعة جدا. what happened number one، ايه اللي بيحصل للدنسيتي بتاعت الكولد اير لما بيسخن؟ يبقى الكولد اير سخنته، يبقى الدنسيتي بتاعته هتقل طبعا، هيبقى خفيف، الدنسيتي بتاعته هتقل. نمبر 2، اللي يحصل للاير need earth surface when it warm، اللي يحصل لما بيسخن، لما بيحصل لما الهواء بيسخن، الدنسيتي بتاعته هيحصل لها ايه؟ الدنسيتي بتاعته هيبقى خفيف، صح؟ يبقى الدنسيتي هيحصل له decrease. فهيحصل له ايه طالما بقى خفيف؟ it rise up، هيطلع لفوق rise up. number 3، the weather if sun ray fall very inclined، إما أشعة شمس متوزعة كده ومايلة جدا جدا، يبقى الجو هناك هيبقى ايه؟ the weather will be، يبقى الجو هناك هيبقى ايه؟ هيبقى ساقع جدا. the weather will be very cold. number 4، if number 4 if the perpendicular ray of sun is focused on small area، أشعة عمودية متركزة على small area، المنطقة دي هتبقى ساقعة ولا حر؟ برافو عليكم، هتبقى حر جدا. the weather will be very hot، وهيبقى في المنطقة دي evaporation كبيرة جدا، عندها high evaporation. بس المهم ان انت تكتب لي ان درجة الحرارة هناك تبقى عالية. the weather will be very hot. اوكي. ليسون فور بيحاول ان هو يعمل لك تجربة عشان تصدق كلامه. انت عمال تقول لي ان الهواء السخن بيطلع لفوق وان الهواء الساقع بينزل لتحت، فاعمل لي تجربة. ده اصفر وده ازرق، لو شيل الفاصل بينهم الازازة هيبقى لونها اخضر. طب ما ميس، ما طبيعي يعملوا ميكس. قال لك لا، طب تعالى اعكس الدنيا بقى، حط لي الهواء الساقع تحت، هو اصلا مستقر تحت، ده مكانه الصح، والهوت ووتر المفروض ده مكانها الصح برضه. فانا يعملوا ميكس؟ بيقول لك لا، مش هيعملوا ميكس حتى لو شلت الحاجز اللي بينهم. يبقى الكونكلوجن بتاعك ان الهوت ووتر كثافته قليله less dense rise up، والكولد ووتر كثافته كبيره تقيل بينزل لتحت sink down. من القوتين اللي بيأثروا على الووتر سايكل الكونفكشن كارنت والجرافيتي فورس. convection current اللي هي انتقال الحرارة بين السوائل، إن الحاجة بتطلع لفوق السخنة والحاجة الساقعة بتنزل لتحت، والجرافيتي برضو بتشد كل حاجة لتحت. وبعدين بيقول لك اهو ده الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه. بيقول لك ان الويند ممكن يغير في درجات الحرارة change weather. ازاي؟ الويند وهي جاية ممكن تبقى شايلة حرارة، تبقى شايلة رطوبة، تبقى شايلة رين مطر، تبقى شايلة سنو، تبقى شايلة رمال. وبيقولك ان في نظام ربنا سبحانه وتعالى عامله في الجو بتاعنا، ان في رياح، الرياح دي بتنقذ مناطق كتيرة من التجمد، زي المنطقة اللي فوق دي لما يوصلها شوية هواء سخن فمش بتتجمد، وبينقذ المنطقة اللي عند الإكويتر لما يوصلها شوية هواء بارد فالمنطقة دي تهدي درجة الحرارة شوية. يعني في نظام للرياح ربنا سبحانه وتعالى عامله نظام مدروس، جلوبال ويند سيستم. بيعد لك نفس الكلام تاني، ان المنطقة دي متركز عليها الحرارة، فالمنطقة دي سخنة جدا، المنطقة البعيدة دي ساقعة جدا عشان الأشعة نازلة ومتوزعة على منطقة كبيرة. لو ما فيش ويند ايه اللي هيحصل؟ في ايكو سيستم هتختفي خالص، مش تبقى موجودة، will disappear. المنطقة اللي جنب الايكواتور هتبقى سخنة جدا extremely hot، والمنطقة اللي عند التو بولز هتبقى completely freeze، يعني بتتجمد نهائيا. حلو. بعدين بيكلمني برضه لقيته يزيد
في نفس الكلام ان الهواء اللي طالع ده مويست اير يعني مليان بخار ميه، هيطلع فوق يسيب بخار الميه فوق وينزل تاني، يبرد وينزل تاني. والرياح بتبدأ تحرك الهواء كمان، يبقى في حركة للرياح، الرياح بتحرك الهواء. يبقى انا بقى عندي دلوقتي حركتين للهواء، في حركة لفوق ولتحت اللي هي الكونفكشن كارنت، وفي حركة للرياح اللي بتحرك الهواء يمين وشمال. هناخد الكلام ده برضو في الكونسبت اللي جاي. تعالوا نشوف الأسئلة بتاعتنا. Number 2. Choose the correct answer. Due to convection، نتيجة الكونفكشن اللي بيحصل، نقط air move up. مين الاير اللي بيطلع لفوق؟ الهواء السخن طبعا هو اللي بيطلع لفوق، يبقى الهوت air move up. Number 3. Wind is formed when. الويند بتحصل امتى؟ لا، مين بيطلع فوق وريبليسد باي مين؟ مين اللي بتطلع فوق؟ الرياح بتحصل امتى؟ ها، لما انهي اللي بيطلع رايز فوق؟ مين اللي بيطلع فوق؟ الحاجة السخنة، صح؟ يبقى اختار ايه؟ الإجابة بي، الورم اير رايز اب. Number 4. Wind help transporting water through water cycle by carrying what. بيقول لك الويند بتساعد حركة المية في الووتر سايكل، ان هي بتحرك مين؟ الويند دي بتحرك مين؟ بتحرك السحب. مش انا قلت لك ان الويند ممكن تحرك السحب؟ فهي بتحرك كده مين؟ بتحرك المية اللي هي الووتر فيبر، بخار المية. ازاي مثلا بتحرك بخار المية؟ مش احنا قلنا المية بتتبخر بتطلع هنا؟ فاستحالة ممكن تتحرك من مكان لمكان تاني وبعدين تنزل في حتة تانية. Number 5. When warm air is cooled، لما بخار المية، لما الهواء السخن بيبرد، هواء سخن برد، طالما برد يبقى بينزل تاني مكانه تحت، يبقى it move downward. حلو. اللي بعديها number 7. Wind is produced by the help of ايه؟ الويند بيطلع امتى؟ نتيجة مين؟ بمساعدة مين؟ بمساعدة الويند تربين، الووتر تربين، ولا الالكتريك جنريتور، ولا السولار راديشن، ولا الالكتريك موتور؟ الويند بيجي نتيجة اختلاف درجات الحرارة بتاعة الهواء، يبقى نتيجة مين؟ السولار راديشن. السؤال اللي بعده صح وغلط. number 1. Wind play an important role in moving water in nature. بيقولك الرياح بتلعب دور هام عشان تحرك المية في الطبيعة، أو يعني مش صح، عشان الرياح ممكن تحرك السحب. number 5. As air is warmed by sun the air fall down. لو الاير warm سخن، الاير بينزل لتحت. fall down طبعا غلط، الهواء لما بيسخن بيطلع لفوق. Number 6. The wind is formed by cold air rise up replaced by hot air. الكولد air هو اللي بيطلع لفوق، طبعا غلط. Number 7. Earth's rotation as reason for wind direction determination. بيقولك Earth درجة الدوران بتاع الأرض ده برضو بيأثر على اتجاه الرياح، صح. Number 8. cold air rise above hot air. الهواء السخن هو ده اللي بيطلع فوق، غلط. Number 9. From the factors that determine the wind direction is amount of solar radiation. بيقولك الحاجة اللي بتأثر على اتجاه الرياح هي كمية الشمس. عشان لو الحتة دي سخنة والحتة دي ساقعة فالهواء بيبدأ يتحرك كده وكده، الهواء من المنطقة الساقعة للمنطقة السخنة وهكذا. اوكي، يبقى الإجابة بتاعتي true. Scientific term number 3. Large area of land formed due to effect of dry air. الدراي اير ده بيجي منين؟ او المنطقة اللي بيبقى فيها dry air دي بيبقى اسمها ايه؟ desert، يعني صحراء. number 4. correct the underlined word. moist air form desert. هل الهواء اللي فيه بخار هو ده اللي بيكون الديزرت؟ لا، الدراي اير هو اللي بيكون الديزرت. الهواء اللي ما فيهوش بخار ميه هو ده اللي بيكون الصحراء. complete when warm air contain enough water vapor it lose it on rising up in form of نقط. بيقولك ايه اللي بيحصل لما
الورم اير الهواء السخن بيبقى فيه ووتر فيبر، بيفقد الووتر فيبر ده، وبينزل لنا على شكل ايه؟ بينزل لنا تاني على شكل رين، مطر. نمبر 3، دراي اير. الدراي اير بيعمل منطقة اسمها ايه؟ اسمها ديزرت. ديزرت يعني صحراء. اللي بعديها نمبر 4، global wind system on earth consists of نقط. الجلوبال ويند سيستم بيتكلم عن ايه؟ global wind system يعني بيتكون عن ايه؟ عن الرياح اللي بتيجي، وبتيجي بتبقى ليها اتجاه ثابت direction. يبقى بيتكلم عن الرياح اللي بتيجي بتهب في مناطق معينة او في اتجاهات معينة. next question number 6، cold gas have نقط density. الكولد جاز بيبقى عنده density كبيرة، more density. number 7، the نقط air form desert. أنهي air اللي بيكون الصحاري؟ الدراي air، الهواء اللي مفهوش بخار مية. number 8 بنكملها، بيقولك لو حطيت فوق هنا blue jar with hot water، يبقى هنا فيه هواء سخن on the top of red cold water، يبقى اللي تحت ده red و cold water، واللي فوق ده السخن، فهو ده مكانه الصح. فهل هيحصل ميكس الكلر ولا لأ؟ لا، مش هيحصل ميكس الكلر. don't mix. اللي بعديها نمبر 9، ده convection current move in. الconvection current اللي انا عماله اقول لك ان الحاجه السخنه بتطلع لفوق والحاجه الساقعه بتنزل لتحت، يبقى ده الحركه دي اللي فوق لتحت دي اسمها vertical direction. vertical direction يعني من فوق لتحت، لكن الويند هي اللي من اليمين للشمال كده. اللي بعديها نمبر 10، warm moist air is not dense. الدنس بتاعته ايه؟ warm حاجة سخنة، يبقى الدنس بتاعته خفيفة بيطلع لفوق less dense. give reason number 2، hot air lose its heat it descend. الهوت air لما بيفقد الحرارة بينزل لتحت. ليه؟ عشان الهوت air لما بيطلع لفوق ايه اللي بيحصل له؟ هو اصلا هو سخن بيطلع لفوق، بيحصل له ايه؟ بيبرد وبينزل تاني، يتحرك تاني. طب هو ليه اصلا بيطلع لفوق؟ when hot air lose energy it descend، بيقولك عشان بينزل تاني. بصوا، لما يطلع فوق عشان هو خفيف. لما يقولك ليه بيطلع فوق قوله عشان هو عنده، هو عشان هو خفيف الدنسي بتاعته قليلة. لما يقولك ليه ينزل لتحت قوله عشان هو تقيل الدنسي بتاعته تقيلة. يبقى ليه هو بينزل تحت؟ هو هنا بيقولك ليه الهوت اير لما بيفقد حرارة بينزل لتحت. يبقى هو ليه بينزل لتحت؟ عشان هو بقى عنده ايه؟ بقى تقيل، بقى يعني بقى تقيل، فعشان كده نزل لتحت. يبقى عشان الدنسيتي بتاعته ايه؟ become denser او become heavier. السؤال اللي بعديه desert are formed. ليه الديزرت بيتكون؟ due to dry air. الدراي اير بيكون منطقة اسمها desert. الهواء اللي كان طالع ده كان مليان ببخار المية، كان مويست اير، طلع ساب المية بتاعته فوق في السحابة، ونزل تحت دراي اير. لما ينزل الهواء جاف لتحت كده بيكون منطقة اسمها desert. Next question number 7، what happened to the air temperature if there is no wind on earth؟ إيه اللي يحصل لدرجة حرارة الأرض لو مفيش wind، مفيش رياح؟ هتكلم عن منطقتين. المنطقة اللي جنب الإكويتر هيحصل لها إيه؟ هتتحرق خالص، هيبقى عندها إيه؟ extremely hot. extremely hot، الحرارة هتبقى عالية جدا. والمنطقة اللي عند التو بولز هيحصل لها إيه؟ هيحصل لها freezing، هتتجمد. لو مفيش ويند يوصل لها شوية هواء سخنين المنطقة دي هتتجمد. والمنطقة عند الإكويتر هتبقى very hot أو extremely hot. number 3، if very dry wind blow over area of land. very dry wind، dry wind، أي هواء جاف بيكون حاجة اسمها إيه؟ desert. desert will form أو it form desert. number 4، if there is a difference between of air particle temperature. لو في درجات حرارة مختلفة بالنسبة للهواء، الهواء هيعمل ايه؟ لو في درجات حرارة مختلفة الهواء هيعمل ايه؟ الهواء السخن هيطلع لفوق. warm air move up. warm air
move up و cold air move down. cold air move down. explain why does dry air lead to formation of desert. ليه الدراي اير بيعمل desert؟ عشان الدراي اير ده جواه ووتر فيبر ولا ما عندوش ووتر فيبر؟ ما عندوش ووتر فيبر because it doesn't contain water vapor. doesn't ما عندهوش خالص ايه water vapor. هوا هوا جاف ما فيهوش اي بخار ميه. يبقى هيبقى المنطقه دي جافه، يبقى المنطقه دي اسمها صحراء. يبقى ليه الدراي اير بيعمل ديزرت؟ اقول عشان ما فيهاش ووتر فيبر، الهوا ده ما فيهوش ووتر فيبر. نمبر 2. convection current are important. ليه convection current ده مهم؟ عشان هو بيحدد ايه؟ بيحدد original climate. بيحدد original climate. بيحدد درجات الحرارة بتاعت كل منطقة. المنطقة اللي جنب الإكواتور بتبقى سخنة، المنطقة عند التو بولز بتبقى ساقعة، نتيجة الحركة بتاعت الهواء فوق وتحت والحركة بتاعت المية فوق وتحت. فده بيظبط درجات حرارة المناطق المختلفة. فبيظبط ايه original climate. بيظبط original climate. explains the role of sun in wind movement. ايه هي أهمية الصن في حركة الويند؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني إيه اللي بيحصل؟ أهمية الصن ايه اللي بيحصل؟ الصن دي بتعمل ايه؟ بتبخر الهواء. يبقى الصن دي بتعمل ايه؟ بتعمل evaporate للووتر، بيخليه less dense، بيخليه يطلع لفوق. فأول ما يطلع لفوق بيبدأ يحصل ايه؟ الهواء اتحرك طالع لفوق، صح؟ فيبدأ الهواء التاني يقوم جاي مكانه هنا، فيعمل حركة للرياح، فبيعمل حاجة اسمها ويند. يبقى تاني السن بتعمل ايه؟ بتسخن المية فبتبخرها لفوق، او بتسخن الهواء فبتطلعه لفوق. فالهواء بدأ يطلع لفوق، صح؟ فبيجي يحصل له ريبليس، يجي مكانه هواء تاني. فالحركة بتاعت الهواء دي بتسبب الرياح.